هو انا ليه يا جماعه؟ يعني ليه نادي الزمالك مصمم او لعيبه نادي الزمالك مصممه ان هي تعكنن علينا؟ ليه اللعيبه مصممه ان هي تحرق دمنا؟ ليه اللعيبه مصممه ان هي يعني بالبلدي كده تبيض علينا؟ يعني معذره في اللفظ، يعني ليه يعني؟ انا في ايدي فرصه ان انا اكسب اخلص الماتش. انا في ايدي فرصه ان انا احط جون بره ارضي. ممكن حد يقول لك يا عم ده ماتش خارج اللقاء وتعادل ايجابي ليك انت ونتيجه حلوه، تيجي تعوض على ارضك هنا في وسط جمهورك في وسط 30 الف مشجع. عيب بقى الكلام ده يا جدعان. عيب بقى الكلام ده يا جدعان. عيب بقى ناس الزمالك. عيب بقى الكلام ده والله. عيب. انا في ايدي ان انا اخلص الماتش في ايدي ان انا اجيب جون واكسب مكسب. ايه المشكله؟ ايه الطريقه اللي اللعب بيها اللعيبه النهارده دي؟ ماتش كله ما فيهوش غير فرصتين ولا ثلاثة. كرة لمصطفى شلبي. مصطفى شلبي اللي هو يعني بصوا مصطفى شلبي ده انا لازم اقول لكم على مواهب مصطفى شلبي ده. مصطفى شلبي ده يا جماعة حرفيا لازم يمشي من نادي الزمالك. مصطفى شلبي ده اكتر لاعب في نادي الزمالك خد فرص وما بيثبتش نفسه. اكتر لاعب في نادي الزمالك بيشارك في مباريات ومش عايز يثبت نفسه. ليه؟ لان هو لاعب اخره كده. هو امكانياته كده. يستلم الكرة يضغط عليه يرجع بيها يا اما يعمل فاول. يستلم الكرة يضغط عليه يرجع بيها يا اما يعمل فاول. طب يعدي يعمل اوفر عرضية جوه لا 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 لا، مفيش الكلام ده. يا عم ده مصطفى بيش قلب. طب يعمل خطورة؟ مفيش. طب حتى شوط حلو؟ مفيش. يعني مصطفى شلبي دي كورة النهارده ضيع قدام الجون. قدامه زيزو قدامه الجزيري وقدامه وجنبه محمد شحات. طب بصيه. يا عم مش مهم انت اللي تجيب الجون وتروح تحتفل. وتقعد تشاور لي بايدك اشاره اكنك بتشاور لميكروباص. اكنك بتشاور للعربيه ميكروباص هتركبها مواصلات باشاره ايدك دي. يا عم ما ترحمونا بقى. ما ترحمونا بقى من القرف ده. الموضوع مش موضوع ان هو تعادل لا، الموضوع اكبر من كده. الموضوع ان ده الزمالك. يا جدعان ده نادي الزمالك. ما ينفعش نادي الزمالك يلعب بالشكل ده. ما ينفعش نادي الزمالك يبقى بالشكل ده. ما ينفعش نادي الزمالك يبقى ماشي على الحروكروك كده. اللي مش مقدر يعني ايه نادي الزمالك يبقى عنده مشكلة. اللي مش مستوعب يعني ايه نادي الزمالك يوصل للشكل ده يبقى عنده مشكلة. النهارده اللي كانوا مموتين نفسهم في الماتش النهارده زيزو ومحمد شحات. زيزو في اليمين والشمال وينزل نص الملعب ويستلم. محمد شحات مموت نفسه. عندي لعيبه ما تستاهلش تبقى موجوده في الزمالك. عندي دونجا، انا ما شفناش حاجه من دونجا لحد دلوقتي. فين دونجا؟ انا عايز نص ملعب، انا عايز ستة. خليفه طارق حامد يا عم. انا عايز ستة يشيل الفريق. عندي مشكله في الدفاع. بنلعب بثلاثة مدافعين وبرضه دفاعنا مخترق. بنلعب بثلاثة مدافعين وعندنا النهارده يا جماعه لما تشوفوا النهارده فريق اللي هو اللي كان بيلعب الزمالك النهارده اللي هو سلوم بيتش ده فريق اسمه غريب. الفريق ده النهارده لا يعني بيسلم وباص و1 2 3 بيوصل للجون وبيضرب نص الملعب بيضرب خطوطك. بيضرب الدفاع عندك بالباصات كويس. ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا بلاعب فريق يعني فريق اورلاندو كسبانه اربعه ولا مش عارف خمسه. اورلاندو بايرتس كسب الفريق ده خمسه. انا بلاعب فريق مهلهل. بلاعب فريق فنيا زيرو. فنيا مفيش فنيات يعمل عليا انا كزمالك الماتش ده النهارده. عندي مشكله في الدفاع. عندي مشكله في نص الملعب. عيب يا جماعه. عيب بقى يا جدعان. ده بقى يا جدعان عيب الكلام ده والله. يا جدعان عيب كده. اللي مش مدرك يعني ايه زمالك بالسلامه. اللي مش مدرك يعني ايه زمالك يمشي بالسلامه. انما الشكل اللي حصل النهارده ده ما ينفعش يبقى ماتش فيه نادي الزمالك. ما ينفعش اللي يبقى لقاء نادي الزمالك النهارده. لقاء كله ما فيهوش غير شوطة مصطفى شلبي. يعني اللي هو يعني مصطفى شلبي اللي هو هي دي امكانياته. هو ده اخر مصطفى شلبي. هو ده اخر ما عنده مصطفى شلبي. مصطفى شلبي لو عنده اكتر من كده يلعب. مصطفى شلبي مع احترامنا عايز يلعب في بتروجيت، عايز يلعب في الجونة، عايز يلعب انبي، يلعب في الفرق اللي هي مش مطالبة ببطولة. اللي هو لو عمل فينتا او عمل مهارة الأندية هتطير بيه. انما كزمالك ما ينفعش. ما ينفعش كزمالك. ما ينفعش يا كابتن حسين. ما ينفعش يبقى وينج الزمالك مصطفى شلبي. ما ينفعش. النهارده زيزو برضه جات له كرة اللي شاطها من بره المنطقة. هو الوحيد اللي بيحاول. هو الوحيد اللي بيكافح في الملعب. هو الوحيد اللي عايز يجيب جون. هو الوحيد اللي عايز يكسب. هو الوحيد اللي عايز يعمل كل حاجة. زيزو النهارده
النهارده لما يبقى عندي اختراق في الدفاع وعندي مشكله في نص الملعب، انا عندي بلوه. انا النهارده لو بقابل فريق منظم، لو بقابل فريق بيطلع بالكره صح هيكسبني، لو بقابل فريق عنده تنظيم في الهجمات بتاعته اكتر من فريق النهارده ده هيكسبني. يعني فريق خسران من اورلاندو 5 وعمل عليا ماتش النهارده، انا ليه احط نفسي تحت ضغط اصلا؟ ليه ارجع استنى النتيجه هنا؟ يعني ليه اضغط نفسي؟ ليه ارجع استنى هنا؟ المهم ممكن يحصل مفاجاه لا قدر الله، الفريق ده يحط جون، يحطك تحت ضغط، يزهقك، يقرفك. ليه؟ ما انا في ايدي اخلص الماتش من هناك. برضه بصيروا علامه استفهام. مستر بصيروا علامه استفهام. تغييراته متاخره، تغييراته متاخره جدا. انا برضو مش عارف دماغ الراجل فيها ايه. يعني المفروض ان احنا من ساعه ما جه بيعالج اخطائه. طيب انت بتلعب بثلاث مدافعين وبرضو عندك مشاكل دفاعيه، عندك مشاكل كبيره دفاعيه، واللي مش شايف ان في مشاكل دفاعيه بقى عنده مشكله. مش ناس الزمالك اللي تعمل عليك جمل 1 2 3 وتخش جوه المنطقه وتشوت وتهدد ناس الزمالك. مش ناس الزمالك اللي لما يلاعب خصم الكرة بتتنقل من عند نص ملعب الخصم لحد جون الزمالك. لا، في مشكلة، في مشاكل. عيب بقى، عيب بقى يا جدعان اللي بيحصل ده، عيب والله. اللي مش مدرك خطورة اللقاء بتاع النهارده يبقى عنده مشكلة. انا فين من المشاكل دي كلها؟ انا فين كمدير فني؟ فين؟ كل ماتش ثغرات دفاعية، نص الملعب زفت. محمد شحاتة مش هيشيل نص الملعب لوحده، محمد شحاتة مش هيشيل نص الملعب لوحده. يعني مع احترامنا حتى محمود جهاد لما نزل، يعني محمود جهاد مش اضافة، يعني محمود جهاد مش اضافة. عندي اصابات، عندي عبد الله السعيد مصاب، عندي دونجا وجوده زي عدمه. لازم يا ابني، لازم تفهم، لازم تفهم. سيبك بقى من ايه. بص في عيال اللي هي يعني واخده الكوره ازاي. دونجا بعد السوبر الافريقي وعمل حركه وطلع الترند والاغنيه وبتاع. يا حبيبي ماشي، ماتش وله ظروف، او ماتش وليه وقته. فين دونجا؟ سيبك بقى من الهري اللي انتوا بتهروه ده. انا عايز دونجا، عايز فعل، عايز لعب، عايز نص ملعب يبقى مؤثر مع نادي الزمالك. وزعلان كمان وهو بيتبدل، وزعلان وهو طالع. دونجا بيلف حوالين نفسه في الماتشات. هو ده دونجا اللي كان في بيراميدز؟ فين يعني؟ ما انا مش فاهم انا النهارده عندي لعيبه كتير عايزه تمشي من الفريق. عندي دونجا يمشي، عندي مصطفى شلبي يمشي. مش قصه بقى ان انا الزمالك يخرج بالشكل ده. عيب يا جماعه كده، عيب. لا اداء ولا شكل. عندي اتنين لعيبه هم اللي موتين نفسهم في الماتش كله. ازاي يعني الكلام ده يعني؟ يا راجل ده مصطفى شلبي برضه راح بكوره، الكوره اللي هو وقع فيها دي هو بيفكر في ضربه الجزاء، هو عايز ياخد ضربه جزاء. الكوره اللي هو وقع بيها، طب ما تخش يا عم اتعامل مع الكوره بدماغك هتحطها جول. شوف ناصر منسي لما نزل عمل الكوره اللي هي الحارس صدها وارتطمت في العارضه وما دخلتش جون. خلاص، ما انت ما عندكش حظ، ما عندكش توفيق، بس عملت اللي عليك، كافحت. الجزيري طول الماتش، طول الماتش الجزيري عايز مساحات. طب ما فيش مساحات هنعمل ايه؟ ناصر منسي بينزل ما شاء الله عليه، بيستلم من نص الملعب، وبعد ما بيستلم من نص الملعب بيطلع بالكرة قدام، بيقاتل، بيكافح على الكرة. مديله بيسيره، مدي ناصر منسي. يا عم الجزيري مش حلو، مدي منسي. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ لازم الاتنين يتقبلوا التنافسية. انا كمدير فني انا عايز مصلحتي مصلحة الفريق ومصلحتي. ايه هي مصلحة الفريق؟ الجزيري مش حلو، يقعد دك. ايه المشكله؟ طب محمد عواد في حراسه المرمى ما كانش حلو، نزل محمد صبحي شالنا في كام لقاء. محمد صبحي شالنا. النهارده ابتدى عواد. انا عن نفسي زعلت ان ابتدى عواد. هتقول لي اصل المنتخب، هو ما لعبش في المنتخب، هو جاي من المنتخب ما لعبش. انا بدي عواد ليه؟ انا مش عايزين ظلم في الفريق. طول ما في ظلم في الفريق مش هتلاقي نتيجه، مش هتلاقي عدل. فانت كمدير فني ما تظلمش. الجزيري مش حلو ما يلعبش، ناصر منسي ينزل. لا يعني تخيل لو ناصر منسي بيلعب من اول اللقاء، اذا كان هو نزل في 10 دقايق ولا 12 دقيقه، صنع لك فرصه جاب فرصه مؤكده وجت في العارضه اهو. ادي ناصر منسي، ايه المشكله؟ الجزيري مش حلو يركن. ايه المشكله عند يعني بصيروا انت مثبت تشكيل، وتشكيل مش حلو في الزمالك كمان. عارفين ان هو على قد القماشه اللي موجوده، بس ده الزمالك، ده الزمالك. مفيش حاجه اسمها ان انا بفتكس، مفيش حاجه اسمها ان انا نازل انا كده كده هاخد مرتبي. لا، ما تعال ما نشوف البودلة دول بكام يا عم. شوف البودلة بتوع الزمالك دول بياخدوا رواتب قد ايه. هو هل بعد الاخفاق لما بيحصل اجي في اخر الموسم يعني هقول لهم لا اخصم منكم اصل انتوا ادائكم ما كانش حلو، مستواكم ما كانش حلو؟ لا، ما ينفعش طبعا. اللعيب اللي عنده تخاذل يركن على الدكه،
واللعيب اللي عنده فرصه او هينزل اصلاح لفرصه يلعب. يعني النهارده ناصر ماهر يلعب. يا راجل ده حتى لو هو ناصر ماهر نفسه مش مقتنع بمستواه، بس هاخد منه باص مؤثر، هاخد منه مثلا سروق قدام الجون خطر. ناصر منسي نفس النظام. مصطفى شلبي هتقولي ما عندكش غيره، خلاص دي بقى دي علامه او رساله للاداره. انما بالشكل اللي حصل النهارده ده للزمالك، وما ينفعش الزمالك يبقى بالشكل ده. فان شاء الله نتمنى التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم. اشكر حضراتكم واشوف حضراتكم في فيديو جديد.